من اكبر بقى المشاكل اللي فعلا بتقابل الراجل والست حقيقي ان هما ما بيتكلموش مع بعض بجد والله. من وقت للتاني لازم نقعد مع بعض ونتكلم، انا بحب ايه وتكره ايه، عشان خلي بالك احنا حتى لو احنا عايشين في بيت واحد انتي واخوكي او ابوكي او امك، يعني الناس الاسره دي احنا مختلفين اصلا عن بعض، فلما بنتكلم مع بعض بنتناقش بنعرف اهتماماتنا. تخيل بقى انتي من اسره تانية وبيئه تانية ودماغ تانية خالص، فلازم من وقت للتاني نقعد نسمع. طب انت ايه بتحب ايه؟ طب انا ممكن بحب حاجه تانية فعلا. يعني على سبيل المثال كل الرجاله بتحب تتفرج على الكوره وبتحب تلعب بلاي ستيشن، بتحب الطاوله. ممكن الست مش فاهمه ده اصلا، مش فاهمه ان هو بعد اليوم الصعب اللي هو عايشه والطحن التفاهه اللي هو بيعملها بالليل دي بيخرج طاقه. ما تخليني قاعد مع اصحابي واخرج طاقتي واطلع الطاقه، عشان أنا شفت يوم اسود اصلا الصبح طول اليوم ضغط وقرف ومدير بيخنقني ومشاكل وزحمه وفلوس وبفكر. وكتير جدا من الستات المشكله برضو ان هم ما بيفكروش خالص بالاخص في بدايه الجواز، ان اول ما الراجل بيتخطب بيبقى عليه بقى حاجات تانية. اول ما بيجي بيخطب بيفكر بقى في الشقه، وانا هجيب الشقه ازاي وهجيب كذا وهجيب كذا. هي بتكون عايزه اهتمام وحب، وحقها، عارف انك عايزه اهتمام وحد يقول لك كلمه طيبه وحنينه ويطبطب عليكي. بس فهمي برضو ان الضغوط اللي عليه كتيره قوي. هو قاعد بيفكر في مسؤوليات. هو الراجل في الاول والاخر بيتقال راجل، حتى لو انت ست جدعه وبتحاولي وبتساعدي نفسك، بس انت عندك اب وعندك اخوات وعندك واحد برضو مسؤوله منه. انما هو الراجل غصب عنه هو اللي هيبقى في وش المدفع، ولو قصر هيتقال ان الراجل مقصر، وعمر ما يتقال ان الست مقصره. فهو فكره التفاهم بين الراجل والست مهمه قوي. مهم ان انت تفهمي ان هو عليه ضغوط رهيبه جدا، فالضغوط دي هو بيحاول ان هو يخفف على نفسه ببعض التفاهات. وهو لازم يفهم ان اهتماماتك مختلفه، ولازم يفهم ان حتى البنت الصغيره لما بتحط ميك اب هي فرحانه بالميك اب اللي هي بتحطه، عندها 5 6 سنين. فيفهم ان الشوكولاته ممكن تجنن الست، ان الورده تجنن الست، وفي نفس الوقت ما خسرتش حاجه. ممكن الحاجه البسيطه دي هي عندها احسن من ذهب كتير والماظ وحاجات. فعلا الست كائن حساس وينفع بسهوله جدا ان الراجل يضحك على عقله. بس المشكله ان احنا نعرف كيفيه بعض ونعرف ازاي نتعامل مع بعض. مشكلتنا الرئيسيه ان احنا فعليا ما بنقعدش نسمع بعض. لو قعدنا مع بعض وسمعنا بعض كل حاجه هتنتهي.